دائما ارفع يديك إلى الله وقل اللهم دبر لي أموري، دبر حياتي، اللهم الق علي محبة منك، اللهم اصنعني على عينك، اللهم اجعلني مباركا إلى ما كنت. والله إن وفقك الله ودبر حياتك وفوضت أمرك إليه وأحسنت ظنك فيه، لتجد العجب العجاب في حياتك، في رزقك، في صحتك، في كل أمور حياتك. رسول الله. بسم الله. نبدأ فيديو جديد من قناة كوكيز شيف. النهاردة هنعمل طبق كشري خطير لذيذ ظريف. أول حاجة جبت بصلتين كبار أو 3 بصلات متوسطين حسب عدد أفراد الأسرة، ورحت جايباهم مقطعاهم في الكبة شرايح، وبعدين حطيت عليهم مقلعة ملح، ورحت محمراهم طلعوا معايا بالمنظر ده. سامعين القرمشة؟ بعد كده تاني خطوة جبت كوباية من العدس ونقعتها لمدة نص ساعة، وجبت شوية من البصل المتحمر وحطيتهم عليه. كمان جبت مقلعة كبيرة من البهارات ديت كانت عبارة عن ملح وفلفل وكمون، عملتهم خلطة مع بعضهم علشان اسهل على نفسي الوقت، وهستعملهم في كل الوصفة. وهاخد العدس وهحطه على النار يغلي. كمان منساش اضيف مقلعة من الثوم. اروح لتالت خطوة. تالت خطوة هي الرز بالشعرية. اخدت مقلعتين كبار من الزيت اللي حمرنا فيه البصلايه في اول الفيديو، ونزلت عليهم بالشعريه، وابتديت ان انا احمرهم تحميره ظريفه خفيفه. وبعدين نزلت عليهم من الخلطه اللي موجوده عندي، اللي هي الملح والفلفل والكمون، وغسلت الرز كويس، رز مصري، ونزلت بكوبايه من الرز المصري، وابتديت ان انا اقلبهم مع بعض بالطريقه دي. وهحط عليهم ميه مغليه، معيار الميه بيكون نفس معيار الرز. وصلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولو وصلتوا لغايه هنا حطوا لي لايك. هضيف الميه المغليه اللي هي كوبايه نفس معيار الرز، وبعد كده هسيبه يغلي، ولما يغلي بهد عليه. ونروح نشوف الخطوه اللي بعد كده. بجيب كيلو من الطماطم، وبعدين بسلقه علشان اسهل على نفسي تقشير الطماطم، وبعد كده اخدهم كده واضربهم في الخلاط. طبعا اعمل الخطوه دي قبل الكهرباء ما تقطع. باخدهم كده زي ما شفتم، وهروح يعني اطمن نفسي ان انا خلاص ضربت الطماطم في الخلاط. زي ما شفتم بالطريقه ديت بتتقشر معايا بكل سهوله. بعد كده برضو هنعمل الخطوه اللي بعد كده، اللي هي سلق المكرونه. هجيب المكرونه، هاتي اي نوع بتكوني بتفضليه وبتحبيه، بس انا بفضل المكرونه اللي انتوا شفتوها دي، لان هي بتكون سهله كده، يعني عاطيه شكل حلو للطبق. بعد كده بسلقها في ميه وملح فقط لا غير. وبعد ما تطلع معايا بحط عليها مقلعه من زيت البصل، اللي هو عشان يدي طعم البصل للمكرونه، والاكله كلها تبقى واخده طعم واحد. الخطوه اللي بعد كده الشطه او الشطيطه زي ما بتحبي تسميها. باخد مقلعة من الصلصة، مقلعة كبيرة او مقلعتين حسب ما انت عاوزة، وبعد كده بنزل عليهم بمقلعة تانية من زيت البصل، وابتدي اديلها كده تقليبة على نار هادية. وبعدين بنزل بالشطة اللي عندي، الشطة تكون بودر، وعايزة تقطعي فيها قرن فلفل براحتك، انتي اتحكمي في طعم الحاجة اللي تكون موجودة او تكوني حباه. وبعد كده هنزل عليها يعني بربع كوباية من المية، وبسيبهم يغلوا لمدة دقيقتين، وبشيلهم من على النار فورا. كمان عايزة اقولك اني ما تحطيش ما تعمليش الصلصة بطريقة غير كده. ليه بقى؟ لان انت لو حبيتي تحطي الفلفل اول حاجة على الزيت، هتلاقي الشقة عندك بقت ريحتها كلها شطة. انا حطيت هنا مقلعة من البهارات كمان. وبعد كده رحنا للخطوة التانية علشان اعمل الدقة بتاعة الكشري. جبت برضو مقلعة من زيت البصل. عايزة اقول لكم ان زيت البصل ده هو البطل اللي معانا في القصة النهاردة. ونزلت عليهم بمقلعة من البهارات اللي هي ملح وفلفل وكمون، وكمان مقلعة من توم المفروم. وبعد كده ابتديت اديلهم صدمة على النار لما تبتدي الريحة بتاعتهم تطلع معايا. بعد كده بنزل بعصير الليمون. حطي انت بقى الليمون على قد ما انت عاوزة، تحبيه كتير تحبيه قليل انت وراحتك. كمان بنزل بكوباية من الخل، معليهم ربع نص كوباية من المية.
المية برضو تكون مغلية. بس كده هي الدقة بتاعتنا المصرية كانت بالطريقة البسيطة السهلة اللي انتوا شفتوها دي. تعالوا بقى نعمل اخر خطوة، واللي دايما انا بحب اخليه في الخلال الاخر، اللي هي الصلصة. اول حاجة هنزل بمقلعتين من زيت تحمير البصل، ويا سلام لو في كمان معاكي شوية من تحمير البصل هتحطيهم، هتوديلك الصلصة في حتة تانية. بعد كده هنزل على الزيت بمقلعتين من الخلطة بتاعة البهارات اللي هي ملح وفلفل وكمون، وابتدي اديلهم تقليبة في الزيت لحد ما ريحة البهارات تبدأ تظهر معايا. تاني حاجة هنزل بمقلعة كبيرة من الصلصة. لو الطماطم اللي هي مفرومة في الخلاط هتكون معاكي حمرة حطي مقلعة من الصلصة، لو هتكون معاكي مش حمرة حطي مقلعتين. برضو انت تحكمي في لون الصلصة وزي ما بتحبيها. ويستحسن تكون طبعا صلصة الكشري ما تغليش قوي. هنزل طبعا بالطماطم اللي انا فرمتها في الخلاط، وهبتدي استنى عليهم لما يغلي اللي تتسبك كده مع بعضيها مرة واحدة. هبتدي انزل بمقلعة كبيرة من التوم. جربي تحطي التوم بعد غليان الصلصة، هتوديلك الصلصة في مكان تاني خالص. كمان ما تنسيش مقلعة السكر علشان تقللك من حموضة الطماطم. وكان معانا احلى كشري، التكاليف بسيطة بحاجات موجودة عندنا في البيت. طبعا كلنا عارفين لو هنجيب طبق من بره في المحلات بيتباع بكام. انت ضمنتي حاجة نظيفة لبيتك، حاجة انت عاملاها بايدك عارفة مصدرها. رصينا المكرونة وعليها الرز بالشعرية، وكمان شوية عدس بجبة من فوق. الصلصة معايا كمان هغرفها في اطباق، والدقة والشطيطة كمان هغرفهم كل حاجة في طبق لوحديها. واحلى طبق كشري تكلفته بسيطة وسهلة. وغرفنا المكرونة مع الرز بالشعرية مع العدس بجبة مع شوية بصل على الوش، ولو عندك كمان حمص الشام حطي. وبألف هنا جربوها، ولو عجبتكم ما تنسوش تسيبولي تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني. وجزاكم الله كل خير، وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام ختام.